ومساندة الجماهير المصرية، خطورة الهجمات البرازيلية اللي بدأوا يمسكوا ملعب في مساحة هنا، اتحرك حلو قوي هالك، الرقابة مش موجودة، هالك يا منجي من هالك، لكن أمامنا هالك يلعب الكورة على خط المرمى. شفنا المساحة اللي حذرنا منها، المساحات اللي حذرنا منها، وبالفعل هالك هنا في هذه اللقطة وتمريرة وهدف على طبق من ذهب يضعها هالك عشان يتقدم المنتخب البرازيلي في هذه اللقطة. أمامنا هنا الفرحة وأمامنا السعادة، الكرة ملعوبة من هالك، عايز اللي يلمسها. ادي أمامنا كرة، شوف التحرك، برونو أمامنا، ادي هالك شوف يلعبها ازاي، شوف هالك يلعبها ازاي أمامنا، وادي هالك على طول يضعها في المرمى ويكملها أمامنا في هذه اللقطة. ادي أمامنا شوف هالك، وادي أمامنا اللي سجل هدف جوناس أمامنا، هو ادي جوناس يسجل، جوناس أوليفيرا يسجل أمامنا كرة هالك. هنا ملعوبة بالمقاس، وأمامنا هنا طبعا صعبة قوي على الشناوي، ملعوبة مثالية الحقيقة، وجوناس يسجل أول أهدافه الدولية بقى مع ثابتة المنتخب على البرازيلي. برونو خطيرة الكرة المتابعة جول، خطيرة الكرة المتابعة جول جوناس. شوف الكرة احنا لازم نتابع أخطائنا السابقة مباراة البرازيل ومصر في القارات. هدف فابيانو كان من كرة شبيهة، ويمكن قلنا في الشوط الأول. ادي أمامنا الكرة الملعوبة ومتابعة برازيلية وهدف يسجله جوناس. ادي أمامنا هنا المدرب بوب برادلي طبعا تحدث عن هذه المباراة وصعوبتها وصعوبة الاختبار الأول. ادي جوناس هدفه الدولي الثاني، ادي الكرة ملعوبة على القائم الأول، مفيش تسلل، غطي ناصف. ادي الكرة مرة ثانية، شوف فرناندينيو وجوناس يسجل هدف للبرازيل، الهدف الثاني للبرازيل. كرة بتسقط من ايد الشناوي، ادي برونو سيزر على القائم الاول، فرناندينيو والشناوي بقى خطة برازيلية للشناوي اللي كان من نجوم الشوط الاول. لا نقص على الشناوي لانه الشوط الاول